فيلمنا بيبدأ بالقصة الأجمل والأكثر تأثيرا في تاريخ السينما، قصة حب كارل وإيلي من وهم أطفال صغيرين كانوا بيشاركوا بعض نفس الشغف. إيلي كانت بنت جريئة ومتحمسة وكارل كان هادي وخجول، لكنهم كانوا بيكملوا بعض. حلمهم الكبير كان إنهم يروحوا مكان أسطوري اسمه أرض الشلال، وده مكان سري في أمريكا الجنوبية كانوا بيعتبروه جنة المغامرين. كارل وإيلي كبروا سوا واتجوزوا وبنوا بيتهم الصغير اللي كان شاهد على كل أحلامهم. البيت ده كان فيه تفاصيل بسيطة بس غالية جدا عليهم، زي صندوق الذكريات اللي كانوا بيحوشوا فيه فلوس عشان يسافروا أرض الشلال. لكن الحياة زي ما احنا عارفين بتتسرق مننا شوية شوية. فلوس السفر دي كانت دايما بتتوزع على مصاريف بسيطة، تصليح عربية أو أدوية، لحد ما الوقت سرق إيلي نفسها. بعد ما إيلي توفت، كارل بقى عايش لوحده في البيت ده. البيت اللي كان مليان حياة بقى مليان ذكريات مؤلمة. كارل بقى عجوز عايش على الماضي وما استعدش إنه يتخلى عن البيت اللي كان رمز حبه لإيلي. المدينة كلها بتتطور والعمارات العالية بتتبنى حوالين بيت كارل الصغير، فشركة المقاولات بتحاول تشتري بيته عشان تهده وتعمل مكانه عمارة. كارل بيرفض تماما. بعد مشادة قوية بينه وبين عمال البناء، بيصدر أمر إخلاء لكارل عشان يروح دار المسنين. في اللحظة دي كارل بيقرر يعمل حاجة مجنونة، مش هيروح أي مكان، ده هيطير ببيته. كارل كان بيشتغل بياع بالونات، فبيجمع الآلاف والآلاف من بالونات الهيليوم، بيربطها كلها في البيت الصغير. والصبح اللي المفروض يروح فيه دار المسنين، كارل بياخد نفس عميق وبيفتح شباك بيته والبيت كله بيطير في السماء. المنظر كان خيالي ومدهش. كارل أخيرا نجح وهو طاير في السحاب ببيته اللي بقى عبارة عن طيارة. الهدف منه ايه؟ الهدف منه أرض الشلال، تحقيق الحلم اللي وعد بيه إيلي زمان. كارل بيبدأ رحلته وهو فاكر انه لوحده، لكن فجأة بيسمع صوت خبط على الباب، وبيتفاجئ ان في طفل من أطفال الكشافة اسمه راسل كان بيحاول يكسب شهرة مساعدة كبار السن، وكان واقف على البلكونة بتاعت كارل قبل ما البيت يطير. كارل بقى مش طايق وجوده. راسل نشيط جدا وبيعمل دوشة، وده عكس طبيعة كارل اللي عايز يعيش في هدوء. لكن المحيط الهادي والمحيط الغريب فرض عليهم يتعاونوا عشان يكملوا الرحلة الصعبة. بعد مغامرة طويلة ومثيرة في الجو، بيهبط البيت قرب أرض الشلال. هناك بقى بتبدأ المغامرة الحقيقية. وهم ماشيين في الغابات، بيقابلوا كائن غريب وضخم، طائر نادر جدا اسمه كيفن ده بقى كائن بيحب الشوكولاتة جدا، وكان مصدر ضحك ومواقف كوميدية كتير. وبعديها بيقابلوا داج، كلب بيتكلم. داج كلب لطيف جدا بيستخدم بياقة سحرية بتحول أفكاره لكلام، وداج ده كان طول عمره بيحلم إنه يلاقي الطائر كيفن ده. داج بيقرر ينضم لرحلة كارل وراسل ويبقى الكلب الأوفى في العالم. الأحداث بتاخد منعطف خطير لما كارل بيقابل الشخص اللي كان بطل طفولته، المستكشف الشهير تشارلز مونتز كان عايش في سفينة عملاقة طايرة زي البيت ومجهزة بأحدث التكنولوجيا. مونتز ده كان هو بطل طفولة كارل وإيلي اللي كانوا بيقلدوه. في البداية كارل بيكون سعيد جدا بمقابلته، لكن بيكتشف حقيقة صدمة. مونتز اتحول لشخص شرير ومجنون. مونتز كان طول عمره بيدور على الطائر كيفن عشان يثبت للناس انه ما كدبش لما قال انه شافه. قرر يصطاد كيفن ويحتفظ بيه لوحده. مونتز بيكتشف ان كيفن اللي بيدور عليه هو نفسه اللي مع كارل وراسل، وهنا مونتز بيتحول لعدو لكارل واصحابه، وبيستخدم جيش من الكلاب المتكلمة اللي كان داج واحد منهم بس هرب علشان يصطاد كيفن ويخلص من كارل وراسل. كارل بيضطر انه يضحي بكيفن عشان يهرب من مونتز. ده بيخلي راسل يزعل جدا منه وبيفكر كارل بالوحدة اللي حس بيها لما خسر إيلي. كارل هنا بيبدأ يحس انه فقد كل حاجة. كارل بيرجع بيته الطاير حزين ومحبط، بيمسك في ألبوم المغامرات بتاع إيلي وبيفتحه وهو فاكر انه هيلقى فيه خطتهم اللي فشلوا في تحقيقها. لكن بيكتشف مفاجأة مؤثرة. إيلي سابت له رسالة على آخر صفحة. الرسالة دي كانت صورة ليها وهي كبيرة ومبتسمة، ومكتوب عليها: شكرا ليك على المغامرة، دلوقتي روح اعمل مغامرة جديدة. الرسالة دي بتنور عقل كارل. بيكتشف ان إيلي ما كانتش عايزاه يفضل عايش على الماضي. الماضي كان مغامرة جميلة، لكن المستقبل فيه مغامرات جديدة لازم يعيشها. كارل بينطلق بسرعة بس راسل كان سابقه. راسل خد كام بالونة معاه وحاول يطير ببيت صغير هو اللي عمله عشان ينقذ كيفن. كارل بيستخدم البيت بتاعه وبيروح يساعد راسل. المواجهة الأخيرة بتكون بين كارل وراسل وكيفن وداج ضد مونتز الشريرة على متن سفينته الطايرة. كارل بيقدر يطرد مونتز من السفينة، وبيته اللي كان رمز الماضي بيخسره في النهاية. البيت بيقع وبيتحطم، لكن كارل ما بيهتمش لأنه اكتشف إن المغامرة مش في البيت، المغامرة في الناس اللي بتحبهم. الفيلم بينتهي وكارل مشي خلاص من الماضي. راسل بيكسب شهرة مساعدة كبار السن بفضل كارل، وكارل بيحضر الحفلة بتاعته كأب بديل. كارل بيتبنى داج وكيفن وبقى عنده عيلة جديدة غير متوقعة. بيته اتحطم بس كارل بقى عايش في مغامرة جديدة مع ناس بيحبوه. وبينتهي المشهد وكارل وراسل وداج قاعدين سوا على السلم بيعدوا العربيات اللي بتعدي من حواليهم.
وده بيثبت إن المغامرة ممكن تكون في أبسط الأشياء اليومية مش بس في أرض الشلال. فيلم أب بيعلمنا إننا لازم نقدر على كل لحظة في حياتنا، وإن الحب الحقيقي هو اللي بيخلينا نفتح صفحة جديدة ونكمل المغامرة. لو القصة دي أثرت فيك وخلتك تفكر في أحلامك اللي لسه مستنياك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وقولي في الكومنتات لو تقدر تطير ببيتك دلوقتي هتروح بيه فين. أشوفكم في الفيديو الجاي ومغامرة جديدة. أنا أحمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده إيمي جبر تحت إشراف القائد محمد عوض.